مرحبا، رح نعمل مع بعض وصفة البربارة. بدنا لهاي الوصفة كوباية قمح مقشور، معلقة صغيرة ينسون، معلقة صغيرة ينسون مطحون، معلقة صغيرة ينسون حب، والمكسرات اللي بدكم اياها بتقدروا تستعملوها. هلأ بالطنجرة على نار عالية حطينا القمح عنا، رح نضيف فوقه مية غمرة تقريبا او اكتر شوي، احنا هون غاليين المية قبل. هلأ رح نخليه على هاي النار العالية عبال ما يغلي أول غلوة. بس تغلي المية رح نوطي تحته. هلأ بعد ما تركناها تغلي تقريبا ربع ساعة رح نضيف لها اليانسون الخشن والناعم معلقة صغيرة، ونتركها بالضبط نص ساعة تغلي عشان تاخد الطعم. هلأ بعد ما استوى عنا القمح رح نخلي المية زي ما هي، ناخد شوية منها بصحن صغير أو قد ما بدكم، بنطحنها هيك مرة على الفود بروسيسور. هلأ بعد ما طحناها على الفود بروسيسور رجعناها مرة تانية فوق المية، وزدنا عليها معلقة ينسون وحدة عشان احنا بدنا نكهة اليانسون تبين، معلقة صغيرة. هلأ رح نرجع نخليها على نار واطية لمدة ربع ساعة بين ما شوية المية تعقد، لأنها هي بتتاكل مع المية طبعا. هلأ بعد ما سكبنا احنا البربارة رح نضيف معلقة سكر للي بحب، بعدين رح نضيف المكسرات. كمان بتضيفوا كمية المكسرات اللي انتو بتحبوها. ان شاء الله تكون وصفتنا عجبتكم، ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير.